عارفاكم ان انتوا هتستغربوا من الوصفة دي. جربتي قبل كده الرز المقلي؟ طب تعالى اقولك بقى ازاي تعمليه، لانك بجد على طول هتعتمديه. اهو ده بقى اكل البشوات، بيتعمل في العزايم والحفلات. تعالي بقى اقولك النهارده خليكي تعيشي جو المطاعم العالية جدا جدا في البيت بأقل التكلفة واقل مجهود. 5 دقايق كده تكوني مخلصة الاكل كله. عندي حتة لحمة كانت في الفريزر من السن، معمولة شرايح كده، طلعتها ورشتها بملح وفلفل اسود كده. ويلا بينا بقى على البوتاجاز علشان نعمل الاكل ده. يلا بقى لو انت لسه مكمله معايا صلي على الرسول، وما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو عشان يوصل لناس تانية. في طاسه كده هنسخنها كويس جدا جدا، هنحط فيها معلقه من الزيت وهننزل بشرايح اللحمه دي. انا طبعا حاطه عليها ملح وفلفل من ناحيه واحده، فحطيتهم على الناحيه اللي انا رش عليها الملح والفلفل. واول ما اخدت الصدمه من تحت حطيت ملح وفلفل من فوق قبل ما اقلبها على الناحيه التانية. الطريقة دي سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا جدا. تنفع بفليتو، تنفع بلحمة انتركوت، تنفع بستيك. يعني بصي بجد لذيذة قوي. انا طبعا ما حمرتش اللحمة كلها مرة واحدة علشان ما تنزلش العصارة الداخلية، فعملتها على مرتين. وبعد كده نزلت بيهم تاني في الطاسة، حطيت 5 فصوص من الثوم وقطعة من الزبدة وعود روزماري وبس كده. كده كل الحاجات اللي احنا هنحطها في الوصفة خلاص حطيناها. طيب هنعمل ايه بعد كده يا رشا؟ هننزل بشوية مية مغلية شوية بشوية. انا كمان زودت فلفل اسود، انا بحب الفلفل الاسود في الوصفة دي قوي، فرشيت رشة كده. او تقدروا تحطوا فلفل مجروش لو موجود عندكم، او فلفل حب. هنحط نص كوباية مية بنص كوباية مية. كل ما اللحمة تشرب نص كوباية المية هننزل بنص كوباية مية تانية، بس اهم حاجة تكون مغلية. هسيبها بقى تكمل تسوية، وتعالوا بقى نشوف الرز المقلي اللي بقولكوا عليه. هنجيب بقى زيت كده في طاسة او في حلة، وهنحط كمان معاه معلقة سمنة بلدي او قطعة زبدة، وهنحمر الرز بتاعنا. اهم حاجة تكوني غسلاه قبل الاستخدام على طول، اوعي تنقعيه او تسيبيه مغسول على جنب علشان ما يتكسرش منك. هنبتدي نحمر فيه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي، لون اشقر كده غامق شوية. طبعا المادة الدهنية كتير زي ما انتوا شايفين، فلما ما اخلص التحمير بتاع الرز هبتدي اصفيه، ومش هخلي فيه غير يعني حاجة بسيطة كده من المادة الدهنية. بعد كده بقى هنزل بالبيون او الشوربة بتاعتي، شوربة لحمة ماشي، شوربة فراخ ماشي. لو ما عندكيش يبقى مرقة دجاج ومية. بنزود الرز بتاعنا وزيادة كده عقلة صباع فوق الرز. وبعد كده بنحط معلقة صغيرة من القرفة، بتدي طعم حلو قوي. وفي الوقت ده كده لو انت عايزه تحطي زبيب معاه حطي. انا استنيت لما تشرب وبعدين هحط الزبيب ده على الوش. انا كنت محمراه، يعني كنت محمراه في معلقه سمنه وحطيته كده على الوش، وسبته بقى يكمل تسويه خالص على نار هاديه. وبس كده. عايزه تزيني بقى بصنيبر بلوز، عايزه تحطي سوداني، عايزه تعملي كبد وقوانص متشوحه معاه، يا لهوي بيبقى رهيب. ممكن كمان قطع لحمه صغيره قوي تشوحيها، ويعني تنزلي بيها لما تحمري الرز تحطيها مع اللحمه القطع الصغننه دي. تبقى وجبه كامله مش محتاجه معاها اي حاجه خالص، يعني كله في ايديكي. انا عملته بقى بالطريقه دي، وعملت اللحمه لوحدها زي ما انتوا شايفين على جنب، وطبق سلطه او شويه خضار سوتيه. وبجد اكله لذيذه وطعمه. بصي بقى تحسي ان انت قاعده كده ايه في مطعم. شويه الصوص دول حلوين قوي. طبعا التوم استوى وداب معاهم، مع طعم الروزماري والزبدة. بجد اللحمة دي فظيعة، جميلة جميلة جميلة. بصوا دايبة وطعمها خطير بجد، جربوها حلوة قوي قوي قوي. وده بقى رز العزايم والحفلات، رز بالخلطة. جربوه بطريقتي والله العظيم هيعجبكم جدا. تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو.